السلام عليكم ورحمة الله، يا مساء الفل والهنا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو عملناه مع بعض. راجع لكم بفيديو جديد وروتين جديد، ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيب ده بقى بصوا روتين كده تحفيزي مسائي كده للناس الكسلانه السقعانه اللي قاعده تحت البطانيه ودافيانه. يلا يا حبيبتي قومي نشوف كده شغلنا مع بعض ونشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم ان الروتين ده انا عاملاه بعد المغرب. بعد المغرب، ايوه بعد المغرب. اوعي تكوني فاكره ان انت لوحدك اللي بتكسلي بقى كده وتفضلي قاعده تحت البطانيه لحد ما اليوم يخلص والحاجات دي. لا، انا ساعات بيجي عليا وقت كده افضل قاعده كسلانه طول اليوم، ويجي لي النشاط بقى كده اول ايه، اول لما اعرف ان خلاص الفرعون الصغير الكبير فاضل عليه كده نصايه ولا ساعه وجاي، تلاقي بقى النشاط كده ما شاء الله بقى رهوان كده في الشقه رايحه جايه كده، عارفين؟ علشان خاطر ايه يعني الليله ما تبقاش غامقه. فقمت بقى كده سميت الله وبدات نشاطي. نزلت السوق اشتريت شويه طلبات، جبت بقى كده فرخه وجبت كوسه وجبت طماطم علشان هعمل عشاء. ايوه امال ايه، ما انا قلت لكم اهو، لو طول النهار كسلانه وقاعده كده وكده لازم اول لما اعرف ان جوزي يتصل ويقول لي شويه وجاي اقوم على طول بقى كده، علشان ايه؟ اعمل اللي ورايا وابقى ست بيت شاطره. ايوه انا ست بيت شاطره، انا عارفه. طبعا لو وصلت لحد هنا من الفيديو بقى كده حابه ارحب بيكي واقول لك نورتي وشرفتي قناتي. وطبعا عايزاكي بقى كده تنزلي بسرعه تحطي لي لايك للفيديو ده علشان تشجعيني كده، علشان انا ست كسلان. وطبعا لو لسه ما اشتركتيش في قناتي تنوريني وتشرفيني، وانزلي بسرعه اشتركي في القناه كده ونضم لعيلتنا اللي هتبقى ان شاء الله كده نشيطه ومش كسلانه ان شاء الله من بعد ما تنضمي ليها. نورتوني وشرفتوني، حابه ارحب بيكم وحابه ارحب بكل الناس اللي انضمت معايا جديد، وبقول لكم تسلم ايديكم على لايكاتكم الجميله. وطبعا والله العظيم يعني كومنتاتكم اللي بتديني كده ايه، عارفين انتوا طاقه ايجابيه كده. ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ويدومكم نعمه في حياتي، وبشكركم طبعا للمره التانيه. غسلت البوتاجاز. بص بقى انا يعني مش عشان انا كسلانه ما اعرفش اطبخ على البوتاجاز غير وهو نضيف يا جماعه. تمام كده. انا ممكن اشيل المواعين من عليه اغسله وارجع ارجعها تاني. فبدات كده الاول سميت الله وغسلت البوتاجاز بتاعي اول حاجه، ورحت بقى حتى بطاطسايه للبت سيلا اسلقها لها كده علشان هي كانت جعانه. البت سيلا دي مين؟ بنتي الصغيره. صحصحي كده معايا يا حبيبتي عشان ايه؟ اعرفك على العيله فرد فرد. مش عايزاكم تناموا مني. وحطيت ميه بقى كده تغلي على النار علشان نسلق الفرخه. اسكت بقى كده واقعد اغسل المواعين وانا مكتئبه؟ لا طبعا ما اقدرش. انا ما بحبش الاكتئاب، انا ست فرفوشه. السماعه دي بقى بتاعت بنتي، اخوها جايبها لها في عيد ميلادها. ندهت عليها وقلت لها بنتي يا هنا. هنا مين؟ دي بنتي الكبيره. هاتي لي السماعه بتاعتك كده وتعالي لي بسرعه. ورحت مشغله بقى كده حاجه كده ميوزك كده، وقعدت ايه، اسلطن كده اغسل المواعين بمزاج. يعني مش كفايه ان انا بغسل المواعين واقفه بعمل اكل في البرد اللي احنا فيه ده؟ مش كفايه. حطيتها بقى كده بصراحه سلتني جدا. بس المشكله ان انا حاسه ان انا في عالم تاني. الولاد عمالين ينادوا وعمالين يتكلموا وانا اقول لهم نعم وصوتي عالي وانا مش حاسه بنفسي. فلقيتها انا جت قالت لي على فكره يا ماما انت صوتك عالي قوي، انت مش واخده بالك ولا ايه؟ قلت لها لا والله يا بنتي. قالت لي يا ماما ما هي عشان السماعه في ودنك. غسلت المواعين. طبعا انا حاطه الميه تغلي على النار وحطيت الاكل السيله، وقلت بقى اغسل المواعين كده واروق المطبخ حواليا. عايزه اقول لكم ان العبايه دي اللي انا كنت بيها في السوق. انا لما يجي لي كده يعني لما اكون بشتري حاجه بكسل ان انا لما اطلع اغير هدومي، يعني بحس ايه ان انا هقعد بقى وهكسل والكلام ده. فزي ما انا كده بعبايتي رحت داخله على المطبخ على طول. ما انا قلت لكم بقى ان الفرعون الصغير الكبير زمانه جاي، فلازم ننجز وقتنا ونشوف حالنا كده. ايوه شوفي مصالحك الله يبارك لك عشان ايه؟ نشوف حالنا عشان الدنيا بتجري. الدنيا بتجري لازم تبقى انت اسرع منها. اغسل المواعين واصفيها. انا بصراحه فعلا بحب اعمل كده يعني وانا بطبخ اغسل مواعين، ارتب المواعين اللي تبقى اتصفت، ارص كل حاجه في مكانها، اغسل البوتاجاز. فعلى ما اخلص طبيخ الاقي المواعين اتغسلت والدنيا نظيفه حواليا وكله بقى زي الفل. اقعد بقى كده على رواقه. فاهميني؟ يبقى الموضوع كله ما خدش مني وقت، وكاني يا عيني طول النهار قاعده بقى كده تعبانه وهلكانه وطلع عيني. واسكت يا واد واسكت يا بت. تمام كده تمام كده، احنا ستات كده شاطرين. ربنا يدينا الصحه والعافيه يا رب كده، ويجعل كل واحده بتتعب في بيتها وبتعمل حاجه في ميزان حسناتها، ويرضيكم ويكتب لكم الخير والاجر اللهم امين. هنا بقى جبت الكوسه. انا بعشق الكوسه يا جماعه في كل حالاتها، محشيه، مقليه، صينيه، بموت فيها بجد والله بحبها. يعني معظم طبيخي تلاقيه كوسه، وبحبها قوي بالبشاميل. يعني بصوا اي حاجه فيها كوسه انا معاكي فيها. جبت الكوسه بتاعتي بقى كده، شلتها كده شرشرتها بالمقوار، بحب الشكل ده قوي. ورحت بعد كده غسلتها كويس جدا وقطعتها. هنعمل طبيخ بقى، هنعمل شويه كوسه كده مطبوخين، حاجه كده لوز العنب.
ونعمل شويه رز ونعمل فرخه ونحمرها وطبق شوربه، حاجه تدفي كده يعني. عارفين، عايزه اقول لك ان الاكل الطبيخ دوت، انا من الناس اللي بحب اطبخه، ممكن اطبخ يوميا يعني. عارفين، بصراحه يعني بصراحه هتكلم معاكم بقى كده شويه بصراحه، بما ان الدنيا غاليه في ظل ارتفاع الاسعار اللي احنا فيها، وكل حاجه عماله تتكاثر وكل حاجه غاليه، فاحنا عايزين نوفر. طب انتي بتطبخي كل يوم وبتوفري؟ طب والله العظيم يا جماعه الاكل ده اوفر. انا يوم ما اني ما بعملش طبيخ واقول لي مثلا ايه، اتنصح كده وارن على جوزي اقول له بص هات لنا وانت جاي جبنه، جبنه بيض مش عارفه ايه، ما هو ده الاكل التوفير صح؟ مش ده الاكل اللي احنا هنوفره؟ ان انت هتقضيها جبنه على الاقل. مثلا انا ما شاء الله انا وجوزي ولادي الاثنين، على الاقل مثلا يوم ما هعمل 5 بيضات، كل واحد فينا بيضه، والراجل ايه، الفرعوني الكبير الصغير ياخد بيضتين مثلا، تمام كده. فهنعمل 5 بيضات، علبه جبنه. شوفي علبه الجبنه بقت ب20 جنيه والبيضه ب5 جنيه، وهجيب على الاقل ب20 جنيه عيش، ومثلا قولي يا ستي ب5 جنيه مخلل، فاهميني؟ مثلا يا ستي قولي كيلو بطاطس، كيلو بطاطس تمام. كيلو البطاطس دلوقتي بيبدأ من 12 جنيه لحد 18 جنيه. شوفي بقى تكلفة الحاجات دي كلها بالميت خالص، يوم تقولي ان انتي ما صرفتيش هيعدي ال120 جنيه. وده لو عندك زيت هتحمري بالبطاطس، مش هتروحي تشتري ازازة اللي ما شاء الله بقت ب75 جنيه. مش جايه احبطك، انا جايه افطمك واوعيكي واقول لك الدنيا ماشيه ازاي. فطبعا انا بقى ما بعملش الكلام ده كله. طبعا. وعلى فكره دي طاقه، فاهماني؟ يعني انت خلاص كلتيها وخلاص خلصت، جم بالليل الولاد جاعوا بالليل خالص مثلا، او ابوهم جاع، او انتي جوعتي، بما اننا عارفين ان الشتا دوت بقى بياكل كده وبيجوع كتير. فشوفي بقى هتروحي تاني تعملي شغلانه تانية وتشوفي حاجه تانية تتاكل. لا طب وعلى ايه؟ انا بروح مثلا اجيب كيلو رز ب30 جنيه، ومثلا خضار وطماطم ايا كان قولي مثلا حدود 15 جنيه. انا بجيب نص كيلو خضار بس، ايا كان بقى كوسه مش عارفه ايه، يعني النص كيلو ده بيكفيني تمام كده. يبقى انا عندي كده 15 وعندي 30 ادي 45. الفرخه بقى على حسب امكانياتك، تقدري تجيبي فرخه كيلو ونص، تقدري تجيبي فرخه 2 كيلو، ايا كان. يعني ممكن الفرخه مثلا تخش لها مثلا في 150 جنيه، يبقى ادي كده عندك كام؟ ما كملتيش ال200 جنيه. الاكل ده بيكفيني، ممكن كفاني مثلا 10 النهارده، وتاني يوم بيبقى رز وخضار بسخنه للولاد على الغدا. طبعا انا كده المستفاده. هتقولي لي 200 جنيه كتير، هقول لك ما هو احنا في الحياه غاليه اصلا، وكل حاجه غاليه. يعني ال200 جنيه دلوقتي يا جماعه والله العظيم قد يكون بقيمه ال50 جنيه بتاعت زمان يعني، ويمكن اقل كمان. فهي مش بتجيب حاجه، فهو اسعار كل حاجه غاليه حوالينا. ممكن برضو اروح اجيب مثلا 2 كيلو اجنحه، مثلا سعرها 45 او 50 جنيه، 2 كيلو ب100 جنيه، واشويهم واعمل جنبهم شويه رز وخلاص، برضو بيمشي اليوم معايا وبيبقوا زي الفل. نص كيلو كبده وشويه مكرونه. يعني فيما ان انا عايزه اقول لك ان انت ممكن تعملي الاكل اللي هو طبيخ كده واكل ارخص من الجبن والبيض والبطاطس والكلام ده دلوقتي، في الوقت اللي احنا فيه، اللي بقى البيضه ب5 جنيه وب6 جنيه. فبصراحه سعر اوفر جدا يعني. تمام كده. وطبعا كل واحد بيمشي بيته على قد امكانياته وعلى قد ظروفه. ربنا يا رب كده يصلح حالنا جميعا، ويعدي الفتره الصعبه اللي احنا فيها دي على خير. زي ما شفتوا كده انا عملت بقى تغذيه على الكوسه بتاعتي وغسلتها كويس جدا. وهنا بقى كده قلت اعمل ايه، شويه رز بقى. شايفين انتوا؟ شويه رز كده عسل. احنا قوي بنحب جدا الرز اللي هو الابيض ده، يعني بيبقى شبيه للمعمر شويه، ويعني الطعم بعيد بس يعني شبيه شويه. فاحنا ايه، بتعمل لهم شويه رز ابيض كده زي ما احنا شايفين. وخلاص الفرخه هي اتسلقت وحمرتها، والرز استوى زي ما احنا شايفين اهوت، حاجه لز العنب. والكوسه كمان استوت. شفتوا؟ انا سوبر مام يا جماعه، خلصت كل حاجه، ما خدش وقت خالص زي ما انتم شايفين اهوت. ايه رايكم بجد؟